مؤامرة من نظام المخزن أقصت المنتخب الجزائري من كأس افريقيا. الذاكرة الكروية الإفريقية ستحتفظ في سجلاتها بصفحة سوداء بمداد الفساد، سطورها بختم حكام النسخة 35 لكأس أفريقيا والتوقيع مستضيفيها الذين لطخوا شرف التنظيم بعار التحكيم. ما حدث في مباراة الجزائر نيجيريا لم يكن حدثا عابرا معزولا، بل جزءا من منظومة تحكيمية متقنة الحبكة منذ البداية، تصب في خانة منتخب البلد المستضيف الذي أريد له أن يكون بطلا بكل الوسائل المباحة والمحرمة. هكذا هو حال الكان في نسخة المهازل والفضائح، وهو الذي كان عبر تاريخه احتفالية كروية تجمع شعوب القارة الصغيرة. نظرية المؤامرة والبكائيات مرة أخرى للتغطية على الخسائر، على الفشل، على الخسارات، على الانهزامات التي تلحق لها الجزائر في كل المجالات. معناتها هذه الجلسة الأخيرة مجلس الأمن، المخزن تآمر، المخزن اشترى، المخزن باع، الجزائر مزبلة كبرى المخزن، الحرائق المخزن، الطوابر في الجزائر المخزن، الآن الخسارة في كأس افريقيا بسبب المخزن أيضا. السؤال: إذا كان المغرب يحتاج إلى انتصارات كروية إلى الكولسة، يعني